السلام عليكم. بسوي بشكل سريع طريقة رسم رأس أو وجه سبع فاتح فمه. الطريقة بالبداية طبعا اللي هي دائرة، ولعبة المورينج اللي يسمونها حقت ماوكلي هذيك اللي تجيك بالشكل هذا اللي يرميها وترجع له، وبعدين يجي هذا على تماس الدائرة هذه تقريبا. وهنا في دائرة فوق صغيرة، يعني دائرة تميل للمربع نوعا ما. نوصل بين الخط هذا الدائرة يكون فيه، ما هو على حدود الدائرة لا تحت، هنا نوصل هنا، نجي للأنياب، الأسنان، أنياب اللي تحت، هنا اللسان على حد هذه. من الدائرة هذه طبعا ناخذ يعني نكمل الدائرة هذه كذا إلين تجي هنا تحت ونسوي اللي هي الأذن. اللي تحت هذا اللي هو الفك السفلي يجي هنا، وبعدين من تحت الفك، ما هو من الدائرة لا، من تحت من هنا تقريبا ينزل الخط المتكسر بالشكل هذا اللي هو الفراء. تقريبا بدأ يبين شكلها الآن. سويت بعض التفاصيل اللي أعطيت هذا، الآن بطمس الدائرة هذه وبسوي بعض التفضيلات اللي هنا. طبعا الآن هذه بطمسها كذا، طمسنا الدائرة هنا وسوينا التفضيلات اللي هو طريقة تأثير الفراء يعني عليه، وشوف المكان اللي يكون فيه غامق، والأفضل إنك إن الصورة تكون قدامك وأنت ترسم تطبق، يعني تسوي لها الدوائر وبعدين توزع عليها العناصر على حسب إذا كان فاتح فمه مدري إيش، وهذا كل شيء.